فألقيت عليك محبة مني، بمعنى إن ربنا يجعل حياتك فيها بركة رغم كل التحديات، إنك تكون مطمن رغم كل الصعوبات. اللي هو أحيانا ستايل الناس كده، حتى لو هم ما درسوش حاجات وما عرفوش حاجات، يقول لك يا ابني احنا ربنا عمره ما خذلنا، نام نام ما تشغلش دماغك، هنلاقي لها حل. ايوه، هو ايه الحل؟ انا ما اعرفش ايه الحل حضرتك، بس احنا هنلاقي لها حل. ايوه، اللي هو ايه؟ انا ما اعرفش، بس هو احنا هنلاقي لها حل. ايوه، انت جبت الثقه دي منين؟ عشان ربنا يا ابني موجود. يعني حتى الناس ربنا موجود، انت مالك كده يعني؟ هو انت فاكر نفسك انت اللي ممشيها؟ يعني انت ولا ممشي حاجه ولا بتاع. انت نفس داخل ونفس طالع وحاجات زي كده، اوكي. مش من حال انك تقلل نفسك لدرجة ان انا ماليش لازمة، ولا انك تكبر نفسك ان انا اللي مسؤول عن كل حاجة. هي حالة كده محتاج تتناغم معاها بالتدريج، ان اتس اوكي اني اتزق في المجهول فاقذفيه في اليم. انك هتقابل بلاوي سودة من المنظور الارضي، وانك تظن انك مش هتقدر عليها. افهموا حتة مهمة جدا. ايا كان ايا كان التحدي اللي كل حد هيمر بيه في حياته، افهم 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 انه في سعتك. لا يمكن يتفتح لك ليفل في الجيم وانت ما عدتش الليفل اللي قبله، مش هيحصل. دي احد العاب الشيطان الاحترافية، انه لك طب افرض انك وصلت للحتة دي وما عرفتش تعمل ايه. مش هتوصل لها اصلا الا لما تعدي اللي قبلها. مش هيتفتح عليك التحدي ده اصلا الا لو عرفت تعدي اللي قبله. مش هيحصل. مش هينفع ان يبقى في حد عامل جيم وانا اقدر ادخل على ليفل 10 وانا لسه ما عدتش على ليفل 1. دي مش جيم، دي لعبة مش بروفيشنال، دي لعبة بايظة فيها مشكلة مخترقة. لكن انت عديت ليفل 1، اتفتح لك ليفل 2، وانت عارف مسبقا ان ليفل 2 اصعب من ليفل 1. بس انت وانت داخل عليه مش داخل تقول يا لهوي، انت داخل عليه وانت عايز تعرف ايه. ولما بيخلص ليفل 2 بتحس انك بيتفتح لك ليفل 3 وهو اصعب من اللي قبله. بس اصعب مش بمعنى ان انا زعلان، اصعب بمعنى انه بيثير جواك طاقات اكتر، حدس اكتر، وعي اكتر، انك هتسع حاجات اكتر. وبعد شوية لما تشوف حد في ليفل 1 مش هتشوفه امكانياته محدودة، هتشوف ان دي مرحلته. ولما تشوف حد في ليفل 10 مثلا، انت فاهم انه عدى على ده من قبلك. فهي مش كوسه يعني، هو ده خلاص على الله، الله يسهل لك يا عم ابن محظوظه وامه بدعية. هي مش كده. انت بس مش شايف اللي بيحصل في الغيب، انت مش شايف اللي بيحصل طاقيا. هو وصل لايه عشان ده يتفتح له. فاطمن وارتاح. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش هيحصل حاجه الا في وسعك. وطالما انا عايش في حاجة فالحاجة دي في وسعي اصلا. بس انت مضحوك عليك بطريقة ما، او عندك برمجة ما بتقولك مش هتعرف تعملها. لا، انت هتعرف تعملها. هتعرف تلاقي لها حل، هتعرف تتعلم تطلب المساعدة، هتعرف تقول انا مش عارف اعمل دي لوحدي، هتعرف تزعل، هتعرف تتضايق، هتعرف تخاف، هتعرف تكتسب المهارات. وده معناه ان انا ساعات بحتاج جيم اوفر واعيدها تاني، جيم اوفر واعيدها تاني. احيانا بعض المعاني بتجيلنا، ايوه ايه إيه الدرس، ايه الرساله يا رب؟ ايوه اوكي، يعني في بعض الرسائل يا جماعه وبعض الدروس في الحياه مش سهله انها تتفهم من اول مره. فانا محتاج اعيدها، محتاج ادخل في 17 علاقه عشان افهم يعني ايه علاقه. اتس اوكي. محتاج اخسر 15 مره علشان افهم. او خلي بالكم، او هروح لاهل الذكر. في بعض الناس لما بيكون عندنا درجة معينة من الإيجو، فبحتاج يتسخن عليا شوية لغاية لما الإيجو ده يسيح حبة. فأنا ما أسألش، أنا كبير، أنا جامد جدا، أنت ما تعرفش من مين ده، أنا دارس علوم الأرض كلها، ده أنا رحت في الأبعاد ورجعت، وأنت يا ابني وأنتوا راجعين إحنا كنا نايمين. الأبديت كان يقول لك وأنتوا راجعين إحنا كنا مش عارف، ولا أنتوا رايحين إحنا كنا راجعين دلوقتي، كنا نايمين خلصنا وشطفنا واستحمينا ونمنا. فأيا كان، فالفكرة كلها إني ساعات بتكبر أو بستحي إني أطلب المساعدة من حد قفل الجيم ده قبلي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنتم تعلمون زي الفل كمل، بس لو أنا لا أعلم هروح لحد حقق نتائج حقيقية في حتة ما ومستمر عليها، فده ملعبه.
خلاص، قول لي تعملها ازاي وخد المقابل. هيديني اللي مش عندي، ولو انا طبقت اللي مش عندي هوصل للي انا لسه ما وصلتلوش. بعض الناس لا تزال عالقة في حتة ان انا لسه بعيد نفس اللعبة ومتخيل هوصل لنتيجة جديدة. مش هيحصل. انت كل مرة بتلبس في نفس الحتة عشان دي الداتا اللي عندك، وبتبدأ تلعب لعبة هو محظوظ، هو رزق، اصل هي ارزاق، اصل هي مش كده. يعني حتى لو هي صح بطريقة ما، بس هي مش كده. هو عنده داتا لسه ما اتفعلتش عندك. لو فهمت هذه الداتا، لو سألت أهل الذكر اللي هل عليهم هذا الذكر، حق في واقعهم هذا الشيء، عرف يوصل لهذا الثراء، عرف يوصل لهذه الصحة، عرف يوصل لشيء ما. لما وصل للحتة دي بقى عنده النو هاو بتاعتها. لو خدت النو هاو وطبقتها هتوصل للحتة دي. خلصنا. لو سمع انا بقى مكسوف اسال البحر منين، فقاعد امشي فلاقي نفسي لبست في شارع ضلمه، في شارع سد، هلاقيها هجيبها. اتس اوكي. ده احد الطرق. ففي ناس لا تؤمن الا حتى يروا العذاب الاليم. يعني هو هيبدا يفهم لما من كتر الوجع يقول، يا جماعه بقى ساعدوني بقى. خلاص. هو طب ما انت ممكن على فكره كنت قلت ساعدوني من بدري، بس انا لسه جوايا قدر من الايجو، مش عشان انا وحش، عشان ده القدر اللي جوايا محتاج اتألم شويه لغايه لما اتعلم اطلب. وانس ان بس اتعلمت ان في حاجه اسمها ان في ناس وصلت لحتت، او في ناس اتفتح لها حاجات لسه ما اتفتحتش عندي وطلبتها منهم وخدتها، وافهم ان ده هيبقى لايف ستايل. مهما ارتقيت في الحياه هيبقى في ناس في مدارات مختلفه عني. فانا لو فهمت ده خلاص تمام. هبقى فاهم لو عايز اوصل لحاجه هسأل اللي وصل لها. وده مش معناه ان انا مش بسأل ربنا، لا، ما هو ده احد الرسل اللي ربنا ارسلهم اللي جاي يذكرني. فلما تشوف اي حاجة بتحصل في الحياة افهم ان الحاجة دي جاية تذكرك. الا تذكرة جاية تذكرك بالمعاناة، بالرزق، بالوفرة، بالسعة، بالثراء، بالفقر، بالمرض. كل ما يحدث جاي يفكرك بحاجات. افتكر، تذكر تذكر تذكر، اصحى 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 اصحى. لما نبدأ نستوعب ده، ان اللعبة في النهاية اني ازاي احافظ على المعية وعلى الاتصال، وان انا محطوط في الشاحن حتى لو نسيت كل حاجة. اني اظل موصول على قدر سعتي. طبعا هننسى وهنقع وهنتشتت، واللعبة شديدة الاحتراف، وهنتشد للواقع الخارجي وهتاخدنا احداث. بس لو بدأت اتدرب اني واعي على هذا التذبذب الداخلي، حال الطمأنينة الداخلية، حال الاتصال الداخلي، ايا كان اللي هيحصل، هيبدأ يتدفق عليها هذا الوعي. يلقى عليك محبة. ربنا عز وجل يفتح لك وسط الصعوبات الأبواب، اللي هو ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن معظمنا بيبقى عايز يرزق من حيث يحتسب. أنا عايز إمتى فلوس هتيجي، إمتى القبض هينزل، إمتى هيتصل بيا، فأنا عارف إن أنا هبقى مبسوط لما من حيث أحتسب يحصل. بس أنا محتاج أستوعب إن في رزق أوسع بكتير من حيث لا أحتسب. من حتة انت مش حاسبها اصلا، ما تحسب لهاش بالطريقة دي. ده مش معناه ان الرزق من حيث نحتسب وحش، حلو وجميل. بس محتاج تتدرب ان في عمق اكبر في هذا الكون. محتاج تصدق انه موجود، ومحتاج تكونكت بيه، ومحتاج تصدق ان في داتا ممكن ربنا يديها لك ويخصك بيها لوحدك. ومش انت بس، كل حد ممكن يبقى يونيك. لان بطريقة ما كل حد، كل خلق من خلق الله له تردد طاقي خاص. اللي بيوصل لهذا التردد الخاص بيدخل في اليونيكنس، ان انت متفرد مش لوحدك، لان كل حد متفرد. فمش هيتكرر على كوكب الارض حد تاني اسمه ايمن فتيحة بهذا التذبذب. وكل حد فيكم ليه درجة من التذبذب. فلو كل واحد قعد، لو كلنا جبنا كتاب وقعدنا كلنا نقراه، كل واحد هيقراه بالتردد الخاص بيه. فأنا مش محتاج أبقى كوبي من حد. أوكي.
اتس اوكي انها تكون مرحلة، بس بعد شوية لما صدق ان الواحد خلق كل واحد واحد، وان ليك تردد خاص بيك انت، هتبدأ تتناغم مع الطاقة ديت وتسمح لكل الطاقات ان تكون. ففكرة ان احنا احيانا بنتحط في تحديات في الحياة، نتحط في صعوبات في الحياة، عشان نفهم ان الله مش في المعلوم بس، في المعلوم والمجهول، وهو خالق كل شيء. فلما اتصل بيه، اتس اوكي ان انا داخل على المجهول بيه، انا مش داخل لوحدي، انا داخل على مساحة لا اعلم فيها شيء بيه. والله اخرجكم، اخرجكم، انتوا ما طلعتش لوحدك، هو اللي طلعك. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، واداك الادوات وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، مش هيسيبك. بس افهم، افهم يعني انك لما تخش في اي مساحة جديدة في حياتك، غريبة مجهولة فيها تحدي، تناغم مع ان ربنا معاك. هو مش معاك عشان انت حلو ووحش، لا اصلا انا عامل مشاكل مفيش حاجه معايا. هو معاك اوكي، يعني بعيدا انا بعمل ايه وبسوي ايه وغلطان هو معاك اينما كنت. ايا كان انت حلو ووحش، بتحكم على نفسك، هو معاك اينما كنت. وافهم ان هيبدأ يطلع لك جنوده ورسله، في شكل افكار، في شكل اشخاص، في شكل فرص، في شكل وات ايفر. خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. استقبل، وافق، خد، اتحرك بالاسباب. لو فهمت اللعبة دي، بيبدأ بعد شوية بتسترخي. خلاص، إذا كان في واحد عنده كل الإمكانات الأرضية، وراح له طفل رضيع ما عندوش أي إمكانيات، بس هو موصول، وربنا ألقى عليه محبة، وده كان في نيته الطاقية إنه يقتله، بس ما قتلهوش، ده رباه، يعني صرف عليه رباه. وده حصل لما رجع موسى بعد كده، الناس اللي أخذت معايا وعي موسى، لما رجع بعد كده قال فرعون، قال له أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من ده، أنا مربيك يا ابني، يا ابني أنا مربيك، أنت جاي تقول لي ربنا مش أنا مربيك؟ يلا تمام. ولأن موسى وصل لدرجة من الانفتاح والوعي وإنه يقدر يعبر عن نفسه، هو ما قالوش لا أنا ما بخافش، أنا بخاف على فكرة. قال ففررت منكم لما خفتكم يا فرعون، أنا كنت خايف منك وهربت، بس لأني متناغم وسامح وفي سلام مع ذلك، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فواحدة واحدة، علشان نصل لحتة إني أتلقى، أوكي، يحصل لك تلقي، يلقى عليك وعي، لازم تفهم وتبدأ تدرب نفسك إنك تنظف اللي موجود من البرمجة. أنا مش ضد البرمجة، إحنا مش هينفع نشتغل في الواقع المادي إلا وإحنا متبرمجين، بس ما تبقاش شغال عند البرمجة. انت بتعمل ابديت كل فترة للبرمجة، يستمعون القول فيتبعون احسنه. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل لما تجهز اكتر تستقبل داتا اتقل، بس تبقى قادر تهضمها. والحتة دي يا جماعة، ان ربنا يلقى عليك محبة او ان ربنا يفتح لك فتح، ما بتتدخلش من فضول. اللي رايح لها من فضول ما بتتفتحلوش، ما بتتفتحش من فضول، بتتفتح من خشوع، بتتفتح من استرخاء، بتتفتح من سلام، بتتفتح من نفع. هو انا في ناس مثلا، انا عايز افتح العين التالتة، عايز افتح الشاكرا الفلانية، عايز اتصل مع البعد الخامس، البعد السابع، عايز ادخل في الاكاشيك، عايز وات ايفر ايا كان. انا مش ضد حاجه، اهلا وسهلا، ان كلها حاجات جميله، بس لما تبقى بتتعامل بتوازن. بس انت داخل ده ليه؟ لو داخل ده بنيه تخصني، عشان ابقى انا جامد، اتس اوكي، هيتفتح لك على قدر سعتك. لو انا داخل بنيه النفع، اني ربنا يرزقني انفع اكتر، اوصل اكتر، انور اكتر، اوكي. اللهم اجعل لي من امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحت. مش عشان امشي في الشارع منور، عشان انت بقيت
قادر تستقبل اكتر. فلما نقدر نوصل لهذا التذبذب، لهذا الوعي بالتدريج، برحمة، مش 100%، هنوصل أحيانا لدرجات عالية، أحيانا هنقع، يحصل لنا انتكاسات، اتس اوكي، كلنا في الرحلة مع بعض. بس لما أبدأ أستوعب الموضوع بهذه الطريقة، في الوقت ده نديلك خد، يبدأ يتفتح لك رزق، يبدأ يتفتح لك، لأنك هتنفع، أو هتاخدك طاقات تانية تلعب بيك زي ما في طاقات أرضية بتلعب بيك، خش في حتة تانية. فخليك كونكتد، خليك متصل، خليك واعي على ان هذا الكون ليه ملك كبير يعلم، واحنا لا نعلم كل حاجة، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانا بتعلم على قدر سعتي، قادر استرخي على قدر سعتي، قادر استقبل هذه المحبة، وافهم ان من علامات ان انا بدأت اتلقى هذه المحبة اني اشوف فرج ربنا وسط التحديات. وانا مش ضد التحديات، خلي بالك، لما تحصل تحديات ما تبقاش متضايق منها، افهم انه برنامج متصمم علشان تتعرف على ربنا فيه بطريقة جديدة. فشوفه من مشهد مختلف، انك تكون موصول رغم التحديات، فربنا يفتح لك تحديات، بعد شوية هتبقى انت نور للناس اللي في تحديات انت مريت بيها، انك عرفت تعديها بيه. وبعد شوية هتذكره، انك هتجيب سيرته في كلامك، تقول على فكره ربنا كرمني في الحته دي. ما تعملش سكيب لربنا وتصدر انت نفسك في المشهد بس، يعني ربنا كرمني بكذا، ربنا فتح لي كذا، ده انا كنت كذا فدعيت باسم كذا فحصل كذا. فبدأ انت بقيت بتذكر الله لغايه لما تذكر الله ذكرا كثيرا، فانت جايب سيرته في الموضوع، بتتكلم عنه. اذكروا الله كذكركم اباءكم، زي ما تقول ابويا الله يرحمه عمل معايا، او بابا وانا صغير كان بيعديني الشارع وكان بيجيب لي حاجات حلوه وكان بيعمل لي ده، هو اللي علمني كذا ده فانا مهما كبرت قاعد متواصل، بذكره، بجيب سيرته. لما بنكون موصولين بهذا الشيء، ونكون موصولين بالنور اللي ربنا عز وجل فتحه لنا ومتاح معنا طول الوقت، خلاص بتبدأ التحديات تتحول لجيم، واني هتتفتح لي ابواب. ممكن اتوتر، ممكن اتضايق، بس ارجع تاني اتذكر، وتبدأ السايكل تشتغل معايا بالطريقة دي، ونبدأ نرتقي من مساحة لمساحة.